أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج تبسيط العلوم. بسم الله نبدأ. تقف الكلمات لتحمل ضخامة المعاني، لنحلق معا فوق شاطئ العلم القريب، ونرشف من نهر المعرفة الجديد وطرق الورود، ونرسم خطوط النجاح والسعادة لهذا اليوم. نرحب معا بالمعلمات الفضليات الذين سوف يتحدثون معنا عن موضوع القياس والتقويم والتقييم. وأرحب بالزميلة شيماء محمد. أهلا وسهلا بك يا شيماء. أهلا وسهلا بك يا إسراء. مرحبا بك. مرحب بك يا إسراء، ومرحب بجميع أهلا بجميع المعلمات الفضليات اللي موجودين معانا النهارده ومشرفينا النهارده في برنامجنا. ومع كل شروق شمس وغياب قمر، ومع كل كلمة لا لليأس يحيا الأمل، يسرنا أن نقدم برنامجنا اليوم، ونأمل أن يكون برنامج هادف ومفيد إن شاء الله. بنبدأ برنامجنا مع الأستاذة آية. أهلا بك يا أستاذة آية. أهلا بك يا شيماء. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن القياس والتقويم، فعايزين من حضرتك تكلمينا عن القياس بشكل تفصيلي إن شاء الله. اتفضلي. موضوع القياس ده سهل وبسيط جدا. القياس معناه التعبير الكمي عن السمات حسب قواعد معينة. يعني ايه كمي؟ يعني عن طريق الأرقام. أنا هبسط لك الموضوع. دلوقتي أنا لو قلت شيماء أطول من إسراء، أنا كده بتكلم بصفة عامة وما حددتش. في القياس ما ينفعش كده، لازم نحدد، لازم نستخدم تعبير كمي اللي هو الأرقام. مثلا لما أقول شيماء طولها 170 وإسراء طولها 150، أنا كده عرفت تلقائيا إن شيماء أطول من إسراء. طيب في القياس النفسي ينفع نستخدم الطريقة دي زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي وقلنا أطول من فلانة، دي أطول من فلانة. مش هينفع كده في القياس النفسي، لأننا في القياس النفسي بنقيس السمات الشخصية، والسمات الشخصية تتطلب أدوات قياس محددة. يعني إيه سمات شخصية؟ زي صفة الذكاء، صفة الفرح، الغضب. كل السمات دي بتحتاج، ما أقولش مثلا إسراء فرحانة، لا، احنا بنستخدم أدوات محددة ولازم تكون من خلال ناس متخصصة لذلك. هو ده القياس النفسي. تمام، شكرا ليكي. بعد ما عرفنا من الأستاذة آية إيه هو القياس، عايزين نعرف منك يا أستاذة أريج، هل القياس له خصائص ومستويات تكلمين عنها بشكل مبسط؟